يملوك الأبراج هي أصحاب الكاريزما القوية والجاذبية الطاغية. استعدوا لأن إبريل 2025 جايب معاه طاقة نارية هتشعل حياتكم. الشهر ده هيكون مليان فرص قوية، سواء في الشغل، الحب، أو حتى على المستوى الشخصي. بس الأهم إنك تستغل الطاقة دي بحكمة وما تندفعش ورا القرارات السريعة. الشمس في الحمل لحد يوم 19، دي هتديك دعم كبير وهتخليك مليان حماس. لكن لما تدخل الطور هتحس انك محتاج تهدى شوية وتخطط لخطواتك الجاية. المريخ كمان بيدفعك لقدام، وعطارد هيساعدك تفكر بعقلانية أكتر. في الحلقة دي هنتكلم عن تأثير الكواكب عليك وأهم التوقعات في الشغل، الحب، والصحة. وكمان هنكشف لك الأيام اللي الحظ هيكون فيها معاك بقوة. جاهز تعرف ايه اللي مستنيك؟ يلا بينا نبدأ. الشمس حاكم برجك في برج ناري زيك الحمل في أول 19 يوم، وده هيديك طاقة جبارة وثقة في النفس، وهتحس انك عايز تنطلق وتحقق أهدافك. أما بعد 19 إبريل لما تدخل الشمس الطور هتحس انك محتاج تبطأ شوية وتراجع خططك قبل ما تاخد قرارات مصيرية، خاصة في الشغل. المريخ في السرطان. المريخ بيديك حماس، لكنه كمان ممكن يخليك حساس زيادة عن اللزوم. فحاول تتحكم في انفعالاتك وما تخليش التوتر يأثر على علاقاتك. مناسب كمان للعمل على مشاريع ورا الكواليس أو التخطيط قبل ما تتحرك. أما عطارد فهو في الطور، ده هيخليك أكتر عقلانية في اتخاذ قراراتك، وهتلاقي نفسك بتميل للتخطيط طويل المدى. مناسب جدا لعقد اتفاقات مالية أو اتخاذ قرارات استثمارية ذكية، بس بعد 15 إبريل هيكون أفضل. عندنا كمان الزهرة والمشتري في الجوزاء، هنا هتكون جاذبيتك في أعلى مستوياتها، وهتحس إن الناس بتنجذب لك بسهولة. فترة ممتازة للتواصل مع أصحابك والتوسع في علاقاتك الاجتماعية، وحتى احتمالية مقابلة حب جديد لو انت كنت عازب. كمان زحل في الحوت. زحل هيخليك تعيد تقييم وضعك المالي وتشوف هل انت بتصرف بحكمة ولا محتاج تراجع أولوياتك. كمان هنشوف دروس حياتية مهمة في العلاقات والمال، لكنها هتساعدك تبني مستقبل أكتر استقرار. ودلوقتي هقولك على التوقعات الأسبوعية. الأسبوع الأول يا أسد، مع وجود الشمس في الحمل هتحس بطاقة عالية وحماس لإنجاز الأمور بسرعة. في الشغل عندك فرص لإثبات نفسك، لكن اتجنب القرارات المتسرعة يا أسد. عاطفيا بقى هتكون ملفت جدا وجاذبيتك هتبقى في أعلى مستوياتها. أما ماليا فتجنب المصاريف العشوائية وخليك حريص على استثماراتك. نصيحتي يا أسد ليك الأسبوع ده، استغل الطاقة القوية دي في التخطيط والتنفيذ، بس ما تحرقش المراحل بسرعة. أما توقع الأسبوع التاني فالمريخ في السرطان ممكن يخليك تفكر في أمورك المالية بجدية أكبر، وده وقت مناسب لتقييم مصروفاتك. مهنيا ممكن تحصل على فرصة جديدة أو تحس إنك محتاج تغير استراتيجيتك في الشغل. أما عاطفيا فلو في خلاف مع شريك حياتك ده وقت مناسب لحله، لكن بهدوء. صحيا بقى خد بالك من مستويات الطاقة عندك، وحاول تاخد راحة في الفترة دي. نصيحتي ليك الأسبوع ده يا أسد، نظم وقتك كويس وخد وقتك قبل اتخاذ أي قرار مالي كبير. أما توقع الأسبوع التالت فدخول عطارد للطور بيديك طاقة تفكير أعمق، وهتحس إنك أكتر هدوء في اتخاذ القرارات. في العمل ممكن تحصل على تقدير لمجهوداتك، أو يكون عندك فرصة قوية للترقية. ماليا بقى ممكن تلاقي حلول لمشكلة مالية كانت مضايقاك. أما عاطفيا فالوقت ده مناسب إنك تتقرب من شريك حياتك، أو حتى بداية قصة حب جديدة لو أنت كنت عازب. نصيحتي ليك الأسبوع ده، ركز على أهدافك بعقلانية يا أسد، وما تخليش المشاعر تتحكم في قراراتك. وأخيرا توقع الأسبوع الرابع. الشمس في الطور ده بتخليك أكتر تفكير وهدوء، وده وقت مناسب إنك تحسم القرارات المهمة. مهنيا ممكن تبدأ تفكر في تغيير استراتيجي في شغلك، أو حتى تحضر لخطوة جديدة. ماليا الأمور مستقرة، لكن لازم تفضل متحكم في مصاريفك شوية. أما عاطفيا فالعلاقة مع شريك حياتك هتبقى واضحة أكتر، ولو كنت أعزب في فرصة لمقابلة شخص يثير اهتمامك. نصيحتي ليك يا أسد في الأسبوع ده، اختم الشهر بخطة واضحة لمستقبلك، واستعد لتحركات جريئة في مايو. يا أسد،
انت الشهر ده في أول أسبوعين عندك حماس وطاقة نارية، لكن محتاج توازن في قراراتك. أما آخر أسبوعين فهدوء وتركيز على الاستقرار المالي والمهني مع فرص قوية في الحب. نصيحتي ليك الشهر ده، فكر بذكاء، استغل طاقتك صح، وخليك دايما متحكم في خطواتك. أما التوقعات المهنية، مع وجود الشمس في الحمل لحد 19 إبريل هتحس بطاقة جبارة تخليك عايز تتحرك بسرعة في شغلك، وده وقت مثالي إنك تثبت نفسك وتبدأ مشاريع جديدة. بعد 19 إبريل الشمس في الطور ده هتساعدك تكون أكتر تركيز وتخطيط لمستقبلك المهني، فاستغل الفترة دي في مراجعة أهدافك. كمان عندنا عطارد في الطور ده هيخليك تاخد قرارات عقلانية بخصوص شغلك، وهتلاقي نفسك بتميل للاستقرار بدل المخاطرات الكبيرة. لو بتفكر في تغيير شغل يا أسد أو إنك تدور عن فرص أفضل، أفضل وقت هو من 15 إبريل لآخر الشهر. ممكن كمان تواجه بعض التحديات مع زمايلك أو رؤسائك بسبب تأثير المريخ في السرطان، فحاول تتحكم في انفعالاتك وما تخليش الحماس الزايد يوقعك في مشاكل. أفضل فترة مهنية من 15 ل27 إبريل، وهنا هيكون عندك قدرة عالية على اتخاذ قرارات مهنية صحيحة والتواصل الجيد مع الآخرين. بس خد بالك يا أسد، ممكن تحس ببعض الضغوط في أول 10 أيام من الشهر، لكن ما تتسرعش في ردود أفعالك. اتجنب الدخول في مواجهة مش ضرورية، خاصة مع زمايلك أو مديرينك. نصيحتي ليك هنا يا أسد، فكر بهدوء وخليك صبور. الشهر ده ممكن يكون نقطة تحول لو استغليته صح. أما التوقعات المالية فالزهرة ومشتري في الجوزاء دول بيفتحولك أبواب جديدة للرزق، لكن محتاج تكون واعي في إدارة أموالك. الفترة بين 10 و20 إبريل ممكن تجيب لك مكاسب مش متوقعة، سواء من عمل جانبي أو استثمار قديم. بعد 19 إبريل يا أسد الشمس هتكون في الطور، ده هتساعدك تكون أكتر حكمة في صرف أموالك، وهتلاقي نفسك بتفكر في التوفير أو الاستثمار بدل الصرف العشوائي. لو كنت بتفكر تشتري حاجة غالية أو تستثمر في مشروع، الأفضل تستنى لآخر الشهر عشان تكون رؤيتك أوضح. وأفضل فترة مالية من 19 ل30 إبريل، هنا هيكون عندك استقرار مالي وفرص كويسة جدا لزيادة دخلك. بس خد بالك، اتجنب التبذير في أول أسبوعين، لأنك ممكن تميل للصرف من غير تخطيط. لو هتدخل في شراكة مالية يا أسد، اقرأ التفاصيل كويس قبل ما توقع على أي عقد. الشهر ده يا أسد مثالي إنك تحقق استقرار مالي، لكن محتاج تتعامل بحكمة وتتجنب القرارات المتسرعة. ودلوقتي هقولكوا على التوقعات العاطفية. فلو انت يا أسد كنت مرتبط، بداية الشهر ده هتكون مليانة طاقة وحماس في علاقتك، والشمس في الحمل هتخليك مندفع وعايز تعبر عن مشاعرك بكل قوة. لكن المريخ في السرطان ممكن يسبب لك شوية حساسية وعصبية، فحاول تتجنب الجدال اللي ملوش لازمة مع شريك حياتك. بعد 19 إبريل الشمس هتدخل الطور، وهتحس بهدوء واستقرار أكتر في العلاقة، وهتقدر تفهم شريك حياتك بشكل أعمق. لو كان في خلافات بينك وبين شريك حياتك، الشهر ده فرصة إنك تحلها، خاصة في الأسبوع الأخير. النصيحة هنا إنك تتحكم في غضبك وما تخليش العند يبوظ لحظاتك الحلوة. وأفضل فترة للحب من 19 ل27 إبريل، هنا هيكون التواصل أفضل والمشاعر أكتر نضج. يا أسد، اتجنب الغيرة والشكوك عشان تأثير المريخ ممكن يخليك حساس زيادة عن اللزوم. أما يا أسد بقى، لو انت كنت عازب، فالزهرة والمشتري في الجوزاء دول بيزودوا جاذبيتك وسحرك، وده معناه إنك هتكون ملفت جدا للأنظار. عندك فرص تعارف جديدة، لكن مش كل علاقة هتكون مناسبة ليك، فحاول تختار الشخص اللي بجد يليق بيك. لو عندك إعجاب بشخص معين حاول تصارحه بعد 15 إبريل عشان التواصل العاطفي هيكون أسهل. آخر 10 أيام بقى من الشهر هتكون قوية جدا لرومانسية، وممكن تقابل حد يكون له تأثير كبير في حياتك. لو كنت بتمر بعلاقة مش مستقرة، فالشهر ده يا أسد هيحدد مصيرها، إما بالتفاهم أو بالانفصال. وأفضل وقت للحب والتعارف من 15 ل30 إبريل، هنا هتكون في قمة جاذبيتك العاطفية. يا أسد، اتجنب الدخول في علاقات سطحية أو التسرع في الحكم على شخص جديد. يا أسد، لو كنت مرتبط فعندك شوية توتر في البداية، لكن استقرار وحب أعمق مع نهاية الشهر. أما لو أنت كنت عازب، عندك فرص حب جديدة في الشهر ده، لكن محتاجة صبر
واختيار بحكمة. يا أسد، اتحكم في انفعالاتك واتبع إحساسك، وخلي قراراتك العاطفية نابعة من تفكير هادي مش اندفاع. الأيام الأكتر حظ يا أسد عندك 5 و6 إبريل، القمر هنا هيكون في برجك، وهتحس بطاقة إيجابية وثقة كبيرة في نفسك. وعندك كمان فرصة رائعة عشان تاخد قرارات مهمة اليومين دول. وكمان معانا 10 و12 إبريل، هنا الزهرة والمشتري بيدعموك في العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وهتحس إنك مركز الاهتمام. عندك كمان 18 و19 إبريل، وقت مثالي إنك تحسم الأمور العاطفية والمهنية، والقرارات اللي هتاخدها الأيام دي هتكون ناجحة. وأخيرا 26 و27 إبريل، يومين مليانين بالحظ المالي والمهني كمان، ممكن تجيب لك فرصة ممتازة أو خبر سار. أما الأيام الأقل حظ فعندنا 3 و4 إبريل، ممكن تواجه هنا شوية توتر أو ضغوط في الشغل، فالأفضل إنك تتجنب الجدال وتاخد الأمور ببساطة. 14 كمان و15 إبريل، هنا هيكون في إحساس بعدم الاستقرار العاطفي، ما تاخدش قرارات مصيرية في الحب الأيام دي. عندك كمان 22 و23 إبريل، طاقتك ممكن تكون منخفضة شوية في اليومين دول، فحاول تركز على راحة جسمك وعقلك. يا أسد، استغل الأيام الإيجابية في اتخاذ قرارات كبيرة، وفي الأيام الأقل حظ خليك هادي شوية وابعد عن التوتر. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية توقعات برج الأسد لشهر إبريل 2025. الشهر ده جايب معاه طاقة نارية في البداية، لكن مع الوقت هتحتاج تهدى وتخطط بحكمة، سواء في الشغل، الفلوس، أو حتى الحب. أهم حاجة إنك تستغل الفرصة اللي هتجيلك وما تتهورش في القرارات العاطفية أو المالية. قوليلي في الكومنتات ايه أكتر توقع حاسس إنه هينطبق عليك الشهر ده. وما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا التوقعات الجديدة أول بأول. استنوني في الحلقة الجاية مع برج جديد